السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ انا النهاردة جايبه لكم سماعة ايربودز. طبعا انا عملت سيرش ودورت كتير على سماعة عشان كنت محتاجة سماعة. طبعا شفت سماعات كتير جدا وانواع واشكال واحجام وحاجات كتيرة. لقيت السماعة دي ناس كتيرة قالت ان هي حلوة. طبعا وسألت برضو ناس في المتخصصين في السماعات فقالوا عن تجربة ان السماعة دي حلوة، فانا جبتها. طبعا شفت برضو اسعار متفاوتة كتير جدا. فكان اكتر سعر مناسب كان السماعة دي. هنفتحها مع بعض ونشوف ايه بقى مكوناتها وامكانياتها. كنت طبعا جايباها من على جوميا، طلبتها وجات لي خلال 3 ايام. يلا بينا نفتحها مع بعض ونشوف بقى شكلها ايه من جوه. انا شلت الكفر البلاستيك ده وشلت الشريط. طبعا الشريط ده بيبقى موجود هنا في اعلى العلبة وهنا في الاسفل. طبعا دي عشان تتأكد لنا ان العلبة كانت محكمة وما اتفتحتش قبل كده، فشلنا بقى الشريط هنا ومن تحت. طبعا انا عملتها عشان اختصر لكم الوقت. هنفتحها مع بعض ونقول بسم الله. زي ما انتوا شايفين السماعة حجمها حلو قوي. بصوا يا جماعة الكواليتي بتاعها رهيب، يعني الكواليتي والخامة بتاعتها فظيعة. انا ما كنتش متخيلة ان الجودة بتاعتها هتبقى حلوة كده. متقدرش ايه تفرقها عن الاصلي خالص. هي طبعا هاي كوبي. الكواليتي طبعا بتاعتها فظيعة جدا، يعني فعلا ما تقدرش تفرقها عن الاصلية خالص. زي ما انتوا شايفين كده شكلها حلو قوي. بيجي معاها طبعا السلك بتاع الشحن بتاعها بيجيلك بالشكل ده. هو طبعا هو شاحن ابل مش شاحن عادي، هو الشاحن بتاع ابل. هنا الابل وهنا تايب سي. طبعا احنا ممكن نشحنها باي شاحن عندنا يكون فيه بلاجة بتاعة التايب سي، بس السوكت بتاعه ابل. من ميزة السماعة دي يا جماعة ان هي بتقبل اي تليفون اندرويد، يعني مش لازم ابل. يعني اي تليفون اندرويد نقدر نستخدمها عليه، مش لازم ابل. ودي من مميزاتها، لان في سماعات كتير قوي كنت انا اشتريتها واستخدمتها كانت مش بتقبل على كل التليفونات، وكانت بتقيدني بتليفون معين. لكن يعني احلى حاجة في السماعة دي ان جودتها عالية قوي، وكمان ان هي بتشتغل على اي تليفون ابل، يعني اي تليفون ابل او اي تليفون اندرويد. ودي حاجة طبعا حلوة قوي. طبعا العلبة بتاعتها بنستخدمها كباور بانك، يعني انتي ممكن تاخدي العلبة دي تشحني فيها السماعات لو فاضت منك وانتي برا. بتستخدميها كباور وبتقعد معاكي طول اليوم. يعني انا السماعة دي قعدت معايا طول اليوم من غير ما تقطع، واستخدمتها كتير. يعني أنا برضو من الحاجات اللي خلتني ان انا عايزة سماعة ان انا كنت بستخدم التليفون كتير، فلما كنت بحط على اذني كان بتضايقني. فالسماعة دي برضو وفرت لي ان انا اقدر اتكلم من مكان بعيد. يعني ممكن احط التليفون في مكان واتكلم في مكان تاني خالص. يعني ممكن اتكلم من اوضة لاوضة تماما. يعني الاوضة تبقى في التليفون في مكان والسماعة بمشي بيها في البيت في كل حتة. برضو وانا بره ممكن الموبايل يبقى في الشنطة والسماعة في وداني واقدر اتكلم. طبعا عشان انا بصور فيديوهات كنت محتاجة يبقى معايا سماعة
عشان اقدر احط الموبايل على الستاند واتكلم عن طريق السماعة، او عايزة اسمع حاجة. كانت بتساعدني في الموضوع ده. لا بجد، بصراحة يعني انا انبهرت من الكواليتي بتاعتها. وكمان ان هي مش كواليتي بس، كمان وكانت بتقعد فترة طويلة، وشكلها برضو شيك، مش من السماعات اللي هي كبيرة. يعني كان بيبقى في سماعة كده شكلها كبير قوي في الودان، مش حلوة يعني. لا دي شكلها صغير كده وحلو. وكانوا برضو هما بيعملوا زي تيست كده للسماعات الأصلية، ان هما بيحطها كده فهي ما وقعتش، هي زي ما انتوا شايفين. هي يعني درجة جودتها عالية قوي. فبجد من السماعات اللي انا انبهرت بيها قوي، ما كنتش متخيلة ان هي تبقى كده. هي طبعا انا اشتريتها في عرض، كانت عاملة 700 جنيه، وفي العرض كانت على جوميا عاملين عليها عرض ب400 جنيه. فكان سعرها مناسب من ضمن سماعات كتير قوي انا شفتها. وطبعا مش عايزة اقول لكم قد ايه هي وفرت عليا حاجات كتير كنت انا عايزة اعملها، ان انا اتكلم وانا بتحرك براحتي، ان انا عايزة اصور فيديوهات والموبايل في مكان. وفرت عليا الموضوع ده. وطبعا من اهم مميزاتها ان هي مانعة للضوضاء، يعني انا لو بتكلم منها وفي دوشة او في فرح او في مكان فيه ضوضاء ودوشة كتير قوي او عالية، دي مش هتبين ان الضوضاء اللي حواليا، وتخلي الصوت نقي وواضح جدا. يعني هتخلي اللي انا بكلمه سامعني بوضوح تماما، ومش هيسمع كل الدوشة اللي حواليا. دي برضو من مميزاتها. وبيجي برضو معايا كتالوج زي ما انتوا شايفين كده. الكتالوج ده بيتكلم بقى عن السماعات وعن مميزاتها وازاي نستخدمها. طبعا زي ما قلتلكوا ان من اهم مميزاتها برضو ان هي بتستخدم على اي موبايل اندرويد، مش موبايلات معينة، رغم ان هي ابل. فلا بنقدر نستخدمها على اي موبايل اندرويد. وهي مدتها بتقعد فترة طويلة، زي ما قلتلكوا برضو ان هي مدتها بتقعد معايا طول اليوم. يعني انا ما بحتاجش ان انا اشحنها. وبرضو زي ما قلتلكوا الكفر بتاعها ده بيعتبر زي باور بانك ليها. لو فصلت مني في اي وقت، يعني ممكن مكنش شحنتها قبل ما انزل، فبحطها بس يعني دقايق معدودة بالظبط، وحطها بتشحن. وممكن استخدم سماعة والتانية تكون شحنت فاستخدم التانية. فلا بصراحة جميلة. يعني كسماعة كجودة وكاستخدام، لا فعلا عجبتني. وطبعا في منها الوان، في منها الوايت وفي منها البلاك. انا طبعا عجبني اللون البلاك ده، ولكن اللي بيحب طبعا الالوان دي اذواق طبعا. فمنها اللونين دول، الوايت والبلاك. وهي حجمها كده زي ما انتوا شايفين صغنن جدا، يعني انا ممكن احطها في الشنطة، في جيبي، في اي حاجة، يعني في شنطة صغننة في ايدي. مش بتاخد لا حيز ولا بتاخد اي مكان في اي حاجة انا اقدر احطها فيها. واستخدامها سهل، والشاحن بتاعها بس زي ما قلتلكوا ان هو بيبقى بنشحن من التايب سي هنا، ولكن الشاحن بتاعها هو ابل. طبعا المشكلة دي ممكن تواجه حد ان هو ما عندوش تليفون ابل، فممكن تجيبي باور بانك. لو انتي متوفر عندك الباور بانك، بيبقى فيه اكتر من مكان للشحن. طبعا انا استخدمت الموضوع ده لان ما كانش عندي التليفون الابل، فشحنتها عن طريق الباور بانك. او طبعا تجيبي بلجة، يعني مش لازم باور، بس انا عشان ما كانش عندي البلجة وكان عندي الباور، فاستخدمت الموضوع ده. وبس. وهي دي بقى مكونات العلبة والسماعة. فلا بجد سماعة جميلة جدا. انا طبعا ما طلعتش اتكلمت عنها غير لما استخدمتها. انا فتحتها معاكم
وبعد كده وقفت الفيديو، وبعد كده استخدمتها يوم كامل ورجعت صورت الفيديو عشان بس الريفيو بتاعي يبقى عن مصداقية. ف من السماعات فعلا الحلوة اللي انا جبتها، لان انا بستخدم سماعات ايربودز كتير، فعندي الى حد ما خبرة يعني الحمد لله. فلا دي من السماعات اللي قلتلكوا عليها كواليتي وخامة وجودة وكل حاجة، وكمان بتقعد فترة طويلة معاكي، ومانعة للضوضاء، بتساعدني بجد ان انا اقدر اتحرك بالسماعة في اي مكان في البيت، وانا برا برضو بقدر استخدم واتكلم براحتي، وانا بصور برضو بقدر اصور وانا مش ماسكة الموبايل، ممكن احطها في ستاند او احطها في حاجة. فلا بجد من السماعات الحلوة. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، وان انا اكون قلت معلومات مفيدة، وياريت تقولولي الفيديو اللي جاي يكون عن ايه.